السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع قصصنا الجديدة لأن إن شاء الله النهاردة هيبقى معانا أكتر من قصة. وما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قصتنا الأولى بعنوان الأمير والشيخ الكبير. زمان في ذلك الزمن الذي فات كان يعيش أمير يحب الناس حبا كبيرا، يجلس وسطهم ويسمع شكواهم ويعطي المحتاج والمسكين، ويسعى دائما لأن يجعل حياة الناس سهلة ومريحة. فعاش الناس عيشة هنية راضية. كان هذا الأمير يحب الأذكياء ويقربهم منه ويستشيرهم في كل الأمور. وذات يوم تقرب من الأمير شيخ كبير، فأراد الأمير أن يختبر ذكاءه، فقال له: أريدك أن تأتي غدا وقد ذبحت شاها وقسمتها إلى 3 أقسام متساوية. قال الرجل: السمع والطاعة. انصرف الشيخ من عند الأمير وهو محتار. عاد إلى بيته مهموما. شعرت ابنته الصغرى بهمه فأسرعت إليه وقالت له: ماذا بك يا أبي؟ أراك مهموما. رد الأب على ابنته وقال: لقد طلب الأمير أن أقسم شاة مذبوحة إلى 3 أقسام متساوية، ولا أفهم ماذا يقصد. قالت البنت لوالدها: هذا أمر بسيط لا تحمل له هما، اذهب وأحضر لي الشاة المذبوحة وسأقسمها إن شاء الله كما يريد الأمير. كانت الفتاة قد فهمت قصد الأمير وعرفت أنه يريد الأقسام ال3 التي تحدد تصرفات الإنسان وعلاقته بغيره من المخلوقات. وانتظرت حتى جاء أبوها بالشاة المذبوحة وقسمتها إلى 3 أقسام. الأول وضعت فيه القلب واللسان، والثاني وضعت فيه اليدين والقدمين، والثالث وضعت فيه العينين والأذنين. وقالت لوالدها: هذه هي الأقسام ال3 التي يريدها الأمير، اذهب به إليها. وتعاونت مع أخواتها وقطعن لحم الشاة إلى شرائح ووضعن الملح عليها وعلقنها على جبال في الشمس لتجف. وصل الشيخ بأقسام الشاة إلى الأمير الذي تعجب من الطريقة التي قسمت بها، فهذه هي القسمة التي كان يقصدها. فسأل الشيخ وقال: من الذي توصل إلى هذه القسمة؟ أجاب الشيخ صادقا وقال: إنها ابنتي الصغرى يا سيدي. أعجب الأمير بعقل البنت وذكائها وسرعة بديهتها، وقال للشيخ: مثل هذه البنت تصلح لأن تكون زوجة لي، هل تقبل أن تزوجني ابنتك؟ وافق الشيخ على الفور، فقال له الأمير: إذن أبلغ ابنتك بأني أريد أن يتم كل شيء غدا، وبعد غد أريدها أن تلد لي ولدا. دهش الشيخ وتأكد أنه وقع في ورطة جديدة، لكنه ذهب إلى بيته وقال لابنته ما قاله الأمير. فأدركت البنت أن الأمير وضعها في اختبار ذكاء جديد، وقالت لوالدها: أوافق. صاح الشيخ في وجه ابنته وقال: والابن الذي يريد أن تلديه له بعد غد؟ ضحكت البنت وقالت لوالدها: سأتدبر الأمر، لا تقلق. في المساء عقد الأمير القران، وفي الصباح طلبت البنت من أخواتها أن يساعدنها في تجهيز حاجيات الزواج، واستطاعت بذكائها وحسن تدبيرها تنفيذ كل أمور على أحسن حال. ولم يأتي المساء إلا وكان كل شيء على ما يرام. زفت العروس إلى قصر الأمير، وعند باب القصر توقفت ورفضت الدخول. دهش كل الحاضرين وتساءلوا عن سبب رفض العروس دخول القصر، فطلبت منهم الصبر وسيعرفون. ناولت العروس جارية من الجواري نواة تمر، وأمرتها أن تذهب بها إلى الأمير وتعطيها له، وتخبره بأنها تريد منه أن يزرعها تحت شباك غرفتها، ولا بد
أن تكبر وتعلو حتى تطول الشباك، وأن تثمر بلحا، حتى إذا أطل ولدهما الذي ستلده غدا من الشباك يستطيع أن يتناول التمر من النخلة بيديه. أسرعت الجارية وناولت الأمير نواة التمرة وأبلغته بما قالته العروس. فرح الأمير كثيرا وضحك عاليا، وازداد إعجابا بذكاء عروسه وحسن تصرفاتها، وأسرع يستقبلها بنفسه عند باب القصر ويعلن أنه تنازل عن كل شروطه، وليأتي الابن أو الابنة حين يشاء الله سبحانه وتعالى. ومع قصتنا التانية بعنوان لبن الناقة. زمان في ذلك الزمن الذي فات كان يعيش رجل رزقه الله الكثير من الأموال والمواشي والنوق والجمال، وكان الرجل يتصدق بكثير من ماله على الفقراء والمحتاجين، ولا تنقص صدقته من ماله بل تجعله يزيد ويكثر. وفي أحد أيام الربيع ذهب الرجل إلى المراعي يتفقد ماله وحلاله الذي يرعى في الصحراء، فوجدها كلها سمينة، ووجد ضروع النوق مملوءة باللبن، فحمد الله كثيرا على ما أعطاه. أعجب الرجل بناقة عالية يتبختر ابنها خلفها موفور الصحة والجمال، وهنا تذكر جاره الحطاب الفقير الذي يعول 7 بنات ولا يملك شيئا، وقال في نفسه: والله لأهدينه هذه الناقة التي أعجبتني. وفي المساء كان يدق باب جاره ويهديه الناقة وولدها، ففرح الفقير بالهدية التي جاءته من السماء، وشكر الله وشكر جاره الغني، وعاش على لبنها هو وبناته. وصارت الناقة تحمل عنه الحطب الذي يجمعه وتذهب به إلى السوق ليبيعه، وأعطاه الله الخير الكثير من وراء هدية جاره الغني. وانتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وحره وصهده، وتشققت الأرض، وصار على الرجل الغني أن يساعد أولاده الثلاثة في الترحال بالمواشي والنوق والجمال بحثا عن الطعام والشراب. ذهبوا بعيدا في أعماق الصحراء، وصلوا إلى مكان به الكثير من العشب، تأكدوا أن به مصدر ماء، بحثوا عنه في كل مكان، وأخيرا وجد الأب خميلة كثيفة من الأعشاب تسد فوهة كهف واسع، تأكد أن نبع الماء في داخلها، وقرر الدخول إليه ليغرف منه للأولاد والحيوانات. غاب الأب في الداخل، ولم يجرؤ واحد من الأولاد على الدخول، خافوا يكون الكهف مسكونا بالثعابين والوحوش، وانتظروا أباهم 3 أيام، ولما لم يخرج يئسوا من خروجه وأخذوا مالهم وعادوا إلى الديار. جلس الأولاد يوزعون ميراثهم، تذكروا الناقة التي أهداها والدهم للجار الحطاب، فذهبوا إليه ودقوا على بابه، ولما خرج لهم قالوا له: أعطنا الناقة وابنها خير لك. قال الرجل متعجبا: إن أباكم أهداها لي. قالوا: سنعطيك جملا بدلا منها. قال متوسلا: نحن نتعشى ونتغذى من لبنها. قالوا في حدة: سنأخذها الآن رغما عنك. قال الحطاب متألما: سأشكوكم لأبيكم. قالوا: أبونا مات في كهف في الصحراء. حزن الرجل على موت جاره وقال لأولاده: خذوا الناقة ولا أريد جملكم، لكن بشرط أن تدلوني على الطريق إلى ذلك الكهف الذي تقولون إن والدكم مات فيه. نفسي تحدثني أنه على قيد الحياة. أخذ الأبناء الناقة من الحطاب وأخبروه بمكان الكهف الذي دخل فيه أبوهم. أخذ الحطاب ماء وتمرا وأسرع إلى الكهف، وحين وصل إليه ربط نفسه في طرف حبل طويل، وربط الطرف الآخر في جذع شجيرة، وأوقد النار في شعلة ودخل الكهف،
وتشعبت الطرق أمامه فصار في الرطب منها. ضاقت الطرق في الداخل على الحطاب حتى صارت كالسراديب، فصار يحبو على أربع ويدخل من سرداب إلى سرداب حتى هبطت به الأرض فجأة في منحدر، فتدحرج وانطفأت منه الشعلة. حين استقر الحطاب في القاع سمع أنينا خافتا، فزحف ناحيته في الظلام وهو يتحسس الأرض أمامه. لمست يده جسد صاحبه، ربطه معه في الحبل واتخذ من الحبل دليلا في طريق الرجوع. وحين وصل إلى السرداب الواسع ربط عيني صاحبه حتى لا يؤذيها الضوء في الخارج، ثم حمله على كتفه وخرج به، ثم أراحه على الأرض وسقاه ماء وأطعمه تمرا، ثم حمله على ظهره وراح به إلى داره ليعتني به. بعد أسبوع دبت الحياة في الرجل وعاد إلى طبيعته، فقال له الحطاب: بالله عليك أخبرني، كيف بقيت حيا تحت الأرض لمدة أسبوع دون طعام أو شراب؟ راح الرجل يحكي ما جرى له ويقول: ضللت طريقي في الداخل ولم أعرف طريق الخروج في الظلام، فأسلمت أمري لله واستلقيت على ظهري، وفي الظلام شعرت بلبن يتدفق على لساني، وصار ذلك يتكرر 3 مرات في اليوم، لكنه انقطع اليوم ولا أدري لماذا. ابتسم الحطاب وقال: هذا لبن ناقتك التي أهديتها لي، وانقطع لأن أولادك أخذوها، ووقتها عرفت ما حدث لك وجئت لإنقاذك. وبكده نكون استفدنا إن شاء الله عمل الخير عمره ما بيضيع أبدا، وبنجد ذلك في أي مشكلة تقابلنا أو أي مصيبة نبتلى بها. أشوفكم على خير في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا عجبتكم القصص ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عشان ده بيدعمني كتير وبيخليني أستمر أكتر.